يرضي مين ده والله؟ نصحى كل يوم على الاشكال دي. يا ابني عيال بارده برود. لا وعايشين عادي في البيت، مفيش اي كسوف. بجد مفيش بربع جنيه دم. طب احنا هنعمل ايه في الموضوع ده؟ ومش عايز اتدبس في حاجه تاني. قلت لكم الاول الواد مصطفى هيودينا في داهيه وهو باعنا. يعني هم احنا بس يعني؟ ما هم كمان اتباعوا. انا مجهز حته خطه هفورهم لك من هنا خالص. خطة ايه يا ناصح؟ اتقل. طب واحنا هنعمل كده ليه؟ ما هم كمان مش عاجبهم الموضوع. يعني احنا متفقين ما نقعد نتكلم معاهم. بصراحة انت شتتينا بموضوع ابوكي ده، كانش وقته خالص. ايه ابوكي دي؟ ده على اساس ان هو مش ابوك انت كمان ولا ايه؟ لا مش ابويا، ابويا بالاسم بس مش اكتر. بالنسبة لي وجوده زي عدمه اصلا. عمري ما حسيت اني عايزة اشوفه. ولا انا. لا انتوا بقى مش سويين، دي حاجه ترجع لكم. يعني انت اللي سويه قوي. طب هو اللي حصل حصل. هو انت بتعملي مصيبة وبعدين ترجعي تقولي اللي حصل حصل؟ يا بنتي ما احنا كنا تمام وماشيين في خطتنا، ايه بقى لازم انا قلت 100 مره ان هو كده كده كان راجع مصر وهيعيش هنا مع مراته. كل الموضوع ان انا قلت له ان ماما هتتجوز وما فرقتش في حاجه. لا فرقت على فكره، بدليل هو جه على طول. هو انتوا اغبياء؟ ما هي ماما اصلا اتخانقت معاه علشان هو اتدخل في الموضوع، ودي حاجه كويسه. لا مش حاجه كويسه، وهيتصالحوا وهتشوفي. يتصالحوا ازاي؟ ده هي احرجته قدام بابا. اروح حبيبتي، لو كان انكل حسن فعلا اتخانق وزعل ان بابا جه كنت هقول لك ماشي اوكي مش هيتصالحوا. لكن الراجل اتعاطف مع ابوكي يا هبله. لا وكمان ايه، قال لها خلي القرار يبقى مع البنات. مش مصدقة ان هو قال كده بصراحة. على فكره بجد هو راجل كويس، باين من تعامله معانا. لا هو الواحد يقول اللي ليه واللي عليه. انا ولاده دول هم اللي انا مش طايقاهم. يا جماعه انا مش عارفه استوعب ان انا مش عارفه اجيب حتى كوبايه ميه من غير ما يكونوا متنيلين قاعدين تحت. انت كل مشكلتك كوباية المية؟ الراجل ده ولا كويس ولا زفت اصلا. كل اللي بيعمله ده عشان خاطر ماما مش اكتر. لكن احنا بالنسبة له حمل تقيل ولازم يخلص منه. عشان كده احنا لازم نمشي من هنا بأسرع وقت. قعدوا غنوا وردوا على بعض بقى. ما تبطلي استفزاز بقى انت كمان. بصراحة عندها حق، عندك حل قوليه، ما عندكيش يبقى تسكتي خالص. احترمي نفسك يا ليلى وكلمي عدل. احترم نفسي ازاي يعني؟ احترمي نفسك، انا اختك الكبيره. كبيرة تبقى قد النهاية كبيرة. طب اخرسي بقى. مش بس عشان هم جايين علينا. صباح الخير. اهلا. لا احنا مش هينفع نبتدي كلامنا كده. كلامي بالظبط. هو انت متحفزة ليه كده من قبل ما نتكلم حتى؟ ما تهدي كده وتقولي هديت. ما تتكلم كويس. انا بتكلم كويس، اسمعي انت كويس. خلاص يا طاهر. هو ايه اللي خلاص؟ تتكلم باسلوب احسن من كده، دول ضيوف في بيتنا. احنا اصلا مش عايزين. ولا احنا. وهو ده بقى الموضوع اللي احنا عايزين نكلمكم فيه. محدش فينا عايز الموضوع ده، فعايزين نوصل بقى لحل وسط بدل ما نقعد نضايق بعض ونزعل بعض، حقنا للدماء يعني. حقنا للدماء. ما هو دكتور بقى وكده. عسل يا بنات عسل. كمل يا دكتور. انا هعتبر دي سخريه لطيفه. احنا عايزين نفكر في طريقه نطلق بيها امكم من ابونا، بما ان احنا مش طايقينكم. ولا احنا طايقينكم والله يا علي. ده انا كنت بقول عليكي عاقله. انت اللي بدأت. قولي براحتك. هو انت شايفه نفسك كده ليه يا بنت؟ بنت لما بيتك. يا طاهر يا جماعه مش عايزين الامور توصل لكده بعد اذنكم. احنا عايزين نفكر بشويش ازاي هنضرب مشرط في الجوازه دي، بما ان لا انتوا طايقيننا ولا احنا طايقينكم، وطبعا انتوا مش هتدخلوا نيلي في الموضوع ولا احنا هندخل مصطفى. موافقه. وافق على ايه بالظبط؟ طب يا جماعه انا موافق على اي حاجه علي وطاهر هيقولوها. انا لازم امشي عشان عندي ميعاد. ليلى كمان موافقه على اي حاجه علي وطاهر هيقولوها. مش عرفك؟ هي عارفه. وبعدين ما عندك ايه ما تساليها ولا ايه؟ ده ايه ده؟ مش دلوقتي. طيب تقدروا تقولوا اقتراحات لو عايزين. تمام. انا هقول لك، احنا مثلا نتبلى عليكم اللي انتوا قرفنا في عيشتنا، فماما تاخدنا ونمشي. يا سلام. وليه مش العكس؟ احنا نتبلى عليكم فهو يبقى شايف انه ما ينفعش يكمل في الجوازه دي. اللي هيتصدق اكتر اللي احنا نتبلى عليكم. ليه بقى يتصدق اكتر؟ على اساس انكم اضعف وارق وكده؟ ده كده كده. بعدين ده الطبيعي على فكره. فين الطبيعي دي؟ مش شايف الصراحه. ما تهدى بقى بدل ما ازعلك. لا انا ما بزعلش، انا بزعل بس. وريني. يا جماعه احنا عايزين نوصل لحلول متوازنه بعد اذنكم، يوم ولا يومين كده وهنعمل اجتماع نشوف ازاي هنطلع من الورطه اللي اهلنا ورطونا فيها دي. ينفع كده؟
ينفع. تمام يا جماعه، بس في اسرع وقت بقى عشان انا خلاص مش طايقه. ومين طايقك؟ يا طاهر يا طاهر، بعدين وانت مش اختهم الكبيره؟ مالكيش كلمه عليهم ولا ايه؟ يا عم اختي كبيره ايه وزفت ايه بس؟ زفت. زفت. انت عبيط. هو عبيط. لا مش هينفع كده يا جماعه، انا عندي شغل. يا ريت تقعدوا تفكروا وتشوفوا هنوصل لحلول ايه، تمام؟ ويا ريت نفكر ان احنا كلنا مع بعض، عن اذنكم. طب احنا هنفكر يا اخ طاهر ونبقى نبلغك. حلوه اخ طاهر دي، كبيره فعلا. هو انت ايه قطر كلام؟ ما تسكت بقى. واسكت ليه؟ خلاص ما تسكتش، انا هعرف اسكتك. وريني. طالعه اوضتي. تنحى قوي. اوضتك؟ استغفر الله العظيم يا رب، ولا كنتوا بتحلموا بنص اللي انت فيه بطل ده أصلاً؟ استفزاز بقى يا ابني انت. ما تقولي لاختك دي قص الاستفزاز كله. تعالي يا بنتي نطلع الاوضه، ده تعبان في دماغه. لا مش هنطلع، وهنفضل قاعدين براحتنا. سيبيها براحتها. الو. تيتو انت فين؟ انا في البيت. تعالى على الكافيه حالا. ايه في حاجه كويسه؟ اصل بابا قرر انه يقعد يسمعني، وانا قلت له عايزه اقعدك مع اقرب حد ليا، ووافق. وبجد اول مره تحصل انه يبقى مش وراه حاجه. يا بنتي طب ما انا هقابله في الاوبننج بالليل. اوبننج ايه يا طاهر؟ هتقعد معايا يعني في الزحمه والدوشه اللي هتبقى بالليل دي؟ ده هيقعد معانا انا وانت لوحدنا دلوقتي، ودي بالنسبه لي احسن فرصه اني اعرفك عليه بشكل مختلف وافهمه واحده واحده. ممكن بس تلبس وتيجي بسرعه؟ حاضر ماشي، هلبس على طول مش هتاخر. باي. استفزني على فكره.